السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة ومركب عالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. أول خبر عندنا مبروك لمصر، ميدالية ذهبية أمس، يعني رقم قياسي لأحمد الجندي في الخماسي الحديث. أول ميدالية ذهبية لمصر من فترة طويلة. وعلى فكرة الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث صعب حد ياخدها، صعب حد ياخدها، او صعب حد ياخدها من افريقيا او اسيا او اي دوله عربيه. يمكن اخر واحد واخدها واحد من كازاخستان من حوالي 30 سنه. اوروبا وامريكا اللي مسيطر على الخماسي لحد. مبروك الميداليه الذهبيه لاحمد الجندي، وطبعا وفضيه لساره سمير في رفع الاثقال، وقبل كده كانت برونزيه لمحمد السيد في سلاح السيف. يعتبر 3 ميداليات لمصر في اولمبياد باريس، واحده ذهبيه واحده فضيه واحده برونزيه. مبروك لمصر طبعا. الرئيس عبد الفتاح السيسي، العظماء بتوع منتخب مصر. عندنا الخبر الثاني، يعني خبر النهارده الفجر كده، احمد الفتوح وحادثه. هو كان معاه محمد صبحي لاعب نادي الزمالك وحارس مرمى نادي الزمالك، خبطوا امين شرطه وتوفى امين الشرطه. طبعا احمد الفتوح محجوز في قسم الشرطه، لسه يعني التحقيقات نعرف في الفترات اللي جايه. الاهلي النهارده الاهلي وزد ومجموعه من الشباب مع مجموعه من اللعيبه اللي في الفتره الاخيره ما كانتش بتلعب، وصراحه حاجه كويسه يعني عشان خاطر الاقاويل واللي فيه لعيبه تمشي، لكن اللي يمشي خلاص، اللي مشي واللي يمشي برضه مش هيلعب، معروفه يعني. محمود متولي مش هيلعب، اللي يمشي احتمال طاهر برضه يمشي مش هيلعب، بيرستاو مش هيلعب. يعني الثلاثه دول مفيش عقود رسميه ليهم، ولكن النهارده نعرف لو اللي مش هيلعب النهارده يبقى بنسبه 100% ماشي، غير طبعا اللعيبه اللي واخده راحه. عندك محمود كهربا، عمر كمال عبد الواحد، ياسر ابراهيم، خالد عبد الفتاح، قفشه وندفت وكهربا واحمد عبد القادر. دول القوام الاساسي والرئيسي بتاع النادي الاهلي، اللي هم هيطعموا بمجموعه من الشباب، منهم معتز محمد ده لاعب مدافع كويس جدا على فكره، لو لعب هيثبت نفسه زي محمد عبد المنعم. وبالنسبه لمحمد عبد المنعم، خلاص محمد عبد المنعم الى نيس. هو الاهلي عايز 6 مليون دولار، 5 مليون ومليون حوافز. نيس بيتكلم في 4 مليون ومليون حوافز. طبعا زائد لو اتباع بعد كده نسبه 15%، نيس عايز 15%، الاهلي عايز 20، بس خلاص يعني بنسبه كبيره ان الموضوع يخلص. بالنسبه لمحمد عبد المنعم، اصابه كريم فؤاد في قطع جزئي في الرباط الصليبي. طبعا قبلها كان علي معلول، والحمد لله النادي الاهلي تم التعاقد مع لاعب دولي، لاعب منتخب المغرب، يحيى عطية الله. الاهلي تعاقد معاه في سريه تامه. على فكره الاهلي متعاقد معاه من اسبوع واكتر، بس مش عايز يعلن لما الدوري يخلص ولما الاهلي يتوج بالدوري. فالحمد لله تم التعاقد مع يحيى عطية الله، سنه اعاره بنيه البيع بنسبه كبيره ان شاء الله الاهلي هيشتريه. مبروك النادي الاهلي يحيى عطية الله، لاعب عظيم، لاعب كبير عنده 29 سنه، لاعب دولي. فالاهلي مش هيمشي اللعيبه الدوليه. قبل كده طبعا تعاقد مع يوسف ايمن لاعب الدحيل القطري، برضه سنه مع اعاره سنه بنيه البيع. ديانج خلاص مشي بنسبه 100%، بيرستاو خلاص احتمال كبير، وطاهر محمد متولي خلاص برضه. الاهلي لسه بيعمل برضه صفقات تاني ويبرم صفقات كتيره. عندنا اولمبياد باريس وكرة القدم، والنهائي ما بين اسبانيا وفرنسا، وفوز اسبانيا 5-3 على فرنسا وحصدوا للميداليه الذهبيه، وفرنسا خدت الميداليه الفضيه. فرنسا تقدمت بهدف، اسبانيا 3-1 في الشوط الاول. الشوط الثاني تعادلت فرنسا 3-3، وقت اضافي فازت اسبانيا 5-3. الاهلي ينسحب من كاس مصر، مش عارف يعني هو ليه يعني في التوقيت ده قال لك ان احنا هننسحب. لا، اقاويل كتير يعني ليه. ممكن مثلا تلعب مباراه بعد كده الكاس يتاجل، ولكن الاهلي انسحب من كاس مصر رسميا. كان يلعب مع فاركو
يوم 20/8 خلاص فاركو صعد للدور الثمانية، والمصري برضو صعد، فاز على البنك الاهلي، صعد للدور الثمانية. فاركو والمصري قابلوا بعض في طريقهم بيراميدز هيلاعب الجونة، فاحتمال كبير فاركو والمصري، ثم بعد كده هو بيراميدز. على الناحية الثانية طبعا نادي الزمالك. فخلاص الاهلي انسحب من الكاس، وهو يعني ليه هو عليه ليه هو عليه. انا وجهه نظري ما كانش يلعب بالاساسيين، كان يلعب برضه باللعيبه اللي هتلعب النهارده امام زد بجانب الشباب. وفي لعيبه كمان انت هتلعب كاس مصر باللعيبه الجديده، عندك يحيى عطيه الله، وعندك ايمن يوسف ايمن. فكان ممكن الاهلي ما ينسحبش من الكاس ويلعب عادي زي ما قلت لك كده، ولكن قدر الله ما شاء فعل. نتمنى ان تكونوا سعدتم بهذه الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.